تخيل معايا حرب بقاو جوج مواسم كاملين هما كيوجدوا ليها، كل واحد كيقلب على الجيش ديالو وكل واحد كيجمع الحلفاء ديالو، والتنانين حتى هما واجدين باش يحولوا ويستروس كامله لجهنم. ولكن ملي بدات الحرب ديال بصح اول ضربه كبيره ما جاتش للعدو، ولكن جات لرينيرا، وفي نهار واحد خسرات اهم واحد كاين في هذه الحرب كامله، وخسرات أهم واحد كاين في الحياة ديالها، والسبب هو أن المعركة خرجات على السيطرة، والتنين بري حتى هو دخل الحرب. بحال قلتي تنين بري هو الفرق ما بين الحمار الوحشي والحمار العادي. التنين البري حتى شي واحد ما كيقدر يركب عليه، حتى شي واحد ما كيقدر يروضو. تنين عايش في الطبيعة وكياكل من الطبيعة. ولكن باش نعرفوا كيفاش وصلنا لهاد الكارثة خصنا نرجعوا للبداية. السلام عليكم ومرحبا بكم في زيرون. الا كنتي جديد هنا وكتعجبك الافلام والمسلسلات ما تنساش دير معاك واحد لايك لهذا الفيديو وتابونا في القناه باش ديما يوصلك الجديد. والا كنتي ما تفرجتيش في الحلقه نصيحه مني تفرج الحلقه عاد تجي تفرج لهذا الفيديو، حيت غادي نحرق عليك الاحداث كامله اللي كاينه في الحلقه الاولى ديال الموسم الثالث من مسلسل هاوس اوف دراجونز. وجدوا معايا واحد الكاس ديال اتاي ويلا نشوفوا الحلقه. الحلقة كتبدا مباشرة بالحدث اللي سال به الموسم الثاني والحلقة الأخيرة. الحرب بين البلاك والجرينز ولات مسألة وقت، ولكن رينيرا مازال عندها واحد المشكل كبير، هو أليسنت. حيت أليسنت كانت عرضات عليها واحد الاتفاق باش تدخل لكينغز لاندين، ولكن واش فعلا تقدر تثق فيها؟ صعيبة، خصوصا من بعد داك الشيء كامل اللي وقع وديك الخيانات كاملة اللي وقعت. وهنا رينيرا طاحت ما بين جوج ديال الاختيارات، إما تستغل الفرصة وتحاول تحسم الحرب بأقل خسائر، أو لا غتحبس وغترجع اللور وغتكمل كيف ما بدات وما غتثقش فيها. وهنا رينيرا جلسات وبدات كتفكر، والوقت اللي كانت كتفكر هي فيه الحرب كانت بدات. ومن الجهه الاخرى كاين ايغون اللي هو الملك، اللي الوضع ديالو ما بقاش كيفرح نهائيا من بعد الاصابات اللي تعرض ليها، ولا ضعيف بزاف ومشوه. والاخطر من ذلك هو ان ايغون قدر يهرب من الكينغز لاندين، ولكن الخطه ديالهم ما مشات كيف ما بغاو، وايغون كيتشد وكيعثروا عليه الرجال ديال رينيرا وغادي يحاولوا يديوه ليها القصر ديالها. واللي ما رداتش له البال هو ان في الكينغز لاندين كان باقي واحد الشر خطير جدا، وهو ايمند بحال قلتي هو الفرعون ديالهم، واللي هو كان كيركب على اكبر تنين كاين في الكينغز لاندين. واليسنت كانت كتحاول تلعب اخر ورقه باقا عندها، وهي تقنع رينيرا باش تدخل كينغز لاندين بلا حرب بلا والو، وكانت كتحاول تقنع ايمند باش حتى هو يمشي من الكينغز لاندين ويتخبى باش ما تقتلوش رينيرا بالتنانين ديالها. وسط النقاش كتوقع واحد اللقطه خطيره جدا، وهي ان ايمند كيقبل الام ديالو، ومنين كيقبلها من فمها معلم. وحتى اليسنت من بعد هاد اللقطه هادي بانت عليها الصدمه، حيت ما كانتش كتوقع هاد الشيء نهائيا. ولكن بعيد على هاد الشيء كامل، هاد اللقطه كتورينا حاجه مهمه، وهي ان ايمند ما بقاش كيف ما كان، وما بقاش مجرد ولد اليسنت ولا الاخ ديال الملك. هاد السيد ولات عنده القوه كامله في يده باش انه يقدر يقلب الحرب نهائيا وتولي لصالحه. وفي نفس الوقت المصيبه الحقيقيه ما كانتش غير في كينغز لاندين، ولكن كانت في البحر، حيت تما فين غتنوض اول معركه واخطر معركه اللي غيموت فيها شخص مهم. والاسطول ديال كورليز كان هو اقوى اسطول كاين في البحر، وكان غادي باش يحارب لصالح رينيرا. وهنا فين كانت المفاجاه، كانوا غاديين في البحر حتى كيتفاجئوا بالتريارشي تابعينهم. وشكون هما التريارشي؟ هما اللي شفنا كيتفاوض معاهم تايلاند لانستر في الموسم اللي داز، واللي كانت كتقود هذا الهجوم هذا هي لوهار. ولوهار كما كنعرفوا كاملين كتكره كورليز نهائيا، حيت هو اللي كان مسيطر على البحر، وجات معوله باش انها تدمر الحصن ديالو وتدمر الجيش ديالو كامل وتدمر حتى القلعه ديالو. يعني الموضوع ما بقاش غير ما بين الجرينز والبلاكس، الموضوع ولا اكثر من ذلك. بدات المعركه ولا شي طايح شي نايض، بدات الحرب، كلشي كيتقاتل، السفن كتريب، الناس كيموتوا، وفجاه كيدخلوا التنانين. وفاش كيجيو التنانين كتشبك معلم. شنو غادي يوقع في هذه اللقطه هذه؟ الجيش ديال كورليز كيفرح بزاف لان التنانين جاو، وفي نفس اللقطه التنانين بداو كيريبوا في السفن ديال العدو. وشنا هي الحاجه اللي ما كانوش متوقعينها نهائيا؟ هي انه غادي يدخل تنين جديد. وشكون هو هاد التنين؟ هاد التنين هو شيب سيلر، واللي راكبه عليه راينا كيف ما كنعرفوا هي الوحيده في العائله اللي ما كانش عندها تنين نهائيا، وكانت ديما منبوذه وديما كتحس براسها انها ما عندهاش قيمه نهائيا في العائله. داكشي علاش دارت تضحيه كبيره وحاولات انها تركب على تنين بري، وفعلا قدرات انها تسيطر عليه وتركب. ولكن
ماشي 100%، وهذا الشيء اللي غادي يوقع في الحرب. كنشوفوا جيس كيهبط بالتنين فيرماكس ومعاه بايلا من فوق مون دانسر. كنشوفوا جوج تنانين كيدمروا في الاسطول ديال التريارشي، ولكن حتى هما ما كانوش بيديهم خاويين، حتى هما جاو موجدين ليه الاسلحه، وفعلا قدروا انهم يضربوا واحد التنين ديال جيس اللي هو فيرماكس، وحتى قرب انه يطيح، ومن بعد قدر انه ينقذ راسو ويطلع. ولكن منين جا التنين البري ما قدراتش تسيطر عليه راينا. داكشي علاش ولا كيضرب فين ما كان، وقدر انه يطيح تنين فيرماكس، مع العلم انهم ماشي اعداء، ولكن تنين البري ما كيعرف حتى شي واحد. الوقت اللي طاح فيه جيس وفيرماكس في الماء كلشي كان كيقول ان جيس غادي يعيش، ولكن بمجرد انه طلع من الماء الجيش كامل تيرا فيه ومات. وهنا فين كاينه نقطه تحول في الحرب كامله، والمعركه كتولي جحيم حقيقي. والجيس اللي مات راه ما كانش شخص عادي، كان هو الوارث الوحيد لرينيرا، وفي ثواني فقط رينيرا كانت خسرات ولدها الثاني، ماشي غير ولد واحد، حيت ديجا كانت خسرات لاكي اللي هو الولد الاول، ودابا هذا هو الولد الثاني. يعني رينيرا ما بقاش عندها نهائيا سبب علاش انها تراجع وترجع للور. وفي هذا الشيء كامل واخا هكاك البلاكس قدروا انهم يسيطروا على البحر، وقدروا انهم يغلبوا الجيش كامل وربحوا المعركه، ولكن دفعوا الثمن غالي. والسؤال المطروح، شنو غدير رينيرا من مور هادشي كامل؟ كيفاش غدير تقبل الصدمه ديال ولدها؟ حيت كما كنا كنشوفوا في الحلقات في الموسم اللي داز، ديما رينيرا كانت هي اللي كتحاول توقف الحرب وتحاول ترجع للعرش ديالها بطريقه سلميه باش ما يموت حتى شي واحد، ولكن كل مره كانت كتردد كتخسر شخص مهم في الحياه ديالها. ودابا رينيرا ولاو عندها جوج ديال الاختيارات، يا اما غترجع للور وغتكتئب وغتبقى حزينه على ولدها، اولا هادشي غيحولها لواحد النسخه اللي حتى الجرينز ما مستعدينش يشوفوها. وهنا بالنسبه ليا كان المعنى الحقيقي ديال الحلقه الاولى، كل واحد كان داخل الحرب وكيظن بانه متحكم فيها. رينيرا عندها التنانين، كورليز عنده البحر، ايمند عنده فاغار، والتريارشي عندهم الاسطول. ولكن باللي بدات الحرب ديال بصح بان باللي حتى واحد فيهم ما كان مستعد لهاد الحرب، غير لحظه وحده ديال الفوضى كانت كافيه باش تدمر كل شيء، وتدمر حتى الحلم ديال رينيرا والطموح ديالها من بعد الموت ديال الوريث ديالها الوحيد. يا لطيف يا لطيف. الا كانت هذه غير الحلقه الاولى، شنو غيكونوا في الحلقات الجايه؟ وهذه كانت الحلقه الاولى من الموسم الثالث ديال هاوس اوف دراجونز. ودابا بغيت نعرف الراي ديالكم، واش دخول راينا للمعركه بشيب ستيلر كان قرار متهور وهو اللي ساهم في الكارثه على الحرب والفوضى اللي كانت واقعه؟ كتبوا لي في التعاليق الراي ديالكم، وكتبوا لي حتى شنو هي اللقطه اللي صدماتكم في هذه الحلقه. وما تنساوش ديروا معكم سبسكرايب للقناه ولايك الفيديو وبارطاجيو، ودخلوا حتى الانستغرام ديالي وتيك توك. حتى الناس ديال النجمه 6 راه ما نسيتكمش، الفيديو غيتحط في لاباج ديال فيسبوك. وإلا وصلتي لهذه المرحله راك من الناس الاولين والاوفياء للقناه. وانا غنقول لك حاجه وحده، مرحبا بك في عائله زيرون. نتلاقاو في الحلقه الجايه.